السلام عليكم محبي الرياضات القتالية. في هذا المقطع سنعرض لكم نزال المقاتل المغربي محمد البقالي ضد خصمه التايلاندي دينارونغ ضمن بطولة سوبر تشامب بتايلاند. بدأت الجولة الأولى سريعا ودخل المقاتلين في أجواء النزال مبكرا. มาแบบกังหันต้องลมเลยครับแตกแล้วครับเห็นเลือดแล้วครับเลือดมาแล้วศิลปะแม่ไม้มวยไทย اندفاع كبير وتبادل قوي للضربات بين المقاتلين، صراع قوي وأكواع عنيفة أدت إلى إصابة التايلاندي فوق حاجبه. แม่ทางด้านของบัคคารีครับจะเปิดปาก เลือดมาแล้วครับเลือดมาแล้วแม่โมโหเด่นนรงค์ไปแล้วครับเจ้าบ้านแตกไปไม่เยอะแต่รีไว้ต้องควักสตังค์แล้วครับแบบนี้โอ้แล้วก็เชียร์โมร็อกโกเยอะด้วยครับหลัง เอาแผลให้เปิดกว้างครับได้เลยครับ انتهت الجولة الأولى بتفوق نسبي للمغربي محمد البقالي ومستوى متقارب بين المقاتلين. โอ้โหนี่ครับแตกครับนรงค์ครับตัวนี้ครับไม่ได้เอามะนาวมาวางบนหน้าผากนะครับไปโอ้โหไม่จำกัดอาวุธไม่งัดทัดไปเรื่อยครับพุ่งไปอย่างเดียวเลยครับนี่ครับโดน في الجولة الثانية ازداد مستوى العنف والشراسة بين المقاتلين. อาวุธล้วนๆเตะศอกไปแล้ว وتحول النزال إلى معركة دموية بعدما أصيب المقاتل المغربي في رأسه، وما زادته الدماء إلا غضب وشجاعة. وأيقظت الأسد الذي بداخله وانهال على خصمه التايلاندي بالضربات. وقبل انتهاء الجولة الثانية سدد المقاتل المغربي ضربة كوع قوية فاجأت التايلاندي وأوقعته أرضا. ผู้บรรยายก็ต้องป้องปากไปก่อนนะครับไม่ทราบว่าเลือดแซงเข้าปากหรือเปล่าไม่รู้เลือดโมร็อกโกหรือว่าเลือดหนองบัวลำพู وانقض عليه الأسد المغربي بضربات قوية لم تترك له فرصة للنجاة، وانتهى النزال بفوز المقاتل المغربي محمد البقالي على خصمه التايلاندي وأمام جمهوره بالضربة القاضية في الجولة الثانية.